اتكلمنا قبل كده عن الكومن كولد والالرجيك راينايتس، وجاي اكلمك النهارده على الساينوسايتس. اكتر حاجه بتميز الساينوسايتس هو موضوع الهيديك او الفيشيال تندرنس اللي بيكون مصاحب ليها عند الضغط على اماكن معينه. مكان الساينس بتلاقي فيه تندرنس. النقطه التانية موضوع ان الافرازات لونها بيكون مخضر شويه او مصفر شويه او بيكون سك شويه، مش شرط دايما بتبقى طول الوقت لونها اخضر او اصفر. النقطة التالتة أو الرابعة إن هي بتكون مصحوبة بهاليتوزس في كتير من الأحوال. وكعادة الساينوسايتس بيكون فيه بوست نيزل دريبس، بيكون فيه نيزل اوبستراكشن، ودي برضو من أهم النقاط اللي بتميزها. هل بيكون معاها فيفر ولا لأ؟ هقولك في بعض الحالات معاها فيفر وبعضها لأ، والفيفر أكتر بتكون مميزة أكتر في الأطفال. الأطفال اللي بيكون عندهم مفيش استجابة كافية لعلاج الألرجيك راينيتس اللي هو النيزل كورتيكوسترويد مع الأنتي هيستامينيك وإفرازات لزجة أو مخضرة أو مصفرة والاستجابة ضعيفة جدا، وخصوصا لو عندهم هيديك متكرر، فلازم افكر في ساينوسايتس. وطبعا لازم ابدا في العلاج، وبيكون في انتيبيوتيك بصوره رئيسيه جزء من الروشتة. وان شاء الله ده في الريلز اللي بعديها هنتكلم عن انتيبيوتكس المناسبة في الأطفال وفي الأدلت وروشتة كاملة لعلاج الساينوسايتس.